ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ يا رب تكونوا خير. كل سنه وانتم طيبين. هعمل معاكم بقى ان شاء الله الفطير كده بطريقه حلوه وجديده. نطلع شويه بقى من اكلات العيد، بدل بقى اللحمه والسجق والكوارع والحاجات دي كده. تعالى نعمل مع بعض بقى كده شويه فطير كده زي العسل وهيعجبوكم ان شاء الله. صلوا على الرسول ويلا بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. لايك بس للفيديو علشان خاطر عدد كبير قوي من الناس يشوفوا. اول حاجة كده انا حطيت شوية الملح وشوية السكر بتوعي على كيلو الدقيق، وبدأت كده ان انا اعجنهم، وحطيت شوية زيت كمان على العجينة بعد ما لفتها كده بالمية علشان خاطر ايدي ما تلزقش في العجين، والعجينة بتاعتي بتكون طرية كده علشان خاطر الفطير بتاعي لما يرتاح يبدأ ان هو يفرد معايا كويس. وبدأت كده جبت صينية زي ما انتوا شايفين احط فيها شوية زيت او شوية سمنة، مش هتفرق كتير يعني، احنا بس عايزين نحط اي مادة كده في الصينية من تحت عشان خاطر العجينة ما تمسكش فيها. هبدأ بقى ان انا اقطع العجينة بتاعتي كور بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، بالحجم اللي انت عايزاه. انت لو عايزة تعمليها بالميزانة، بس طبعا انت بالنظر كده هتقطعيها زي كلها يعني حجم واحد. تمام، انا لازم اسيب العجينه بتاعتي ترتاح. انت بتحبيش تعملي الفطير بتاعك بطريقه الكور الصغيره ديت، وانا عايزه اعمل الفطيره نص كيلو. خلاص تمام، هتمسكي تقسمي الكيلو اتنين وتبداي تفردي بالطريقه بتاعتك. حطيت معلقه من الزيت على معلقه من السمنه، وكمان هحط معلقه من الدقيق وسنه ملح صغيرين. الدقيق يا جماعه لما بتحطوه مع السمنه والزيت كده بيورق الفطير بتاعك وما بيخليهوش كده يبقى ماسك في بعضه ولازق في بعضه. ببدأ احط كده شوية سمنة كده على الوش عشان خاطر لما ترتاح واجي افردها ترتاح معايا بسهولة وما تتعبنيش. هسيبها بقى كده بتاع 10 دقايق او ربع ساعة، عايزاها ترتاح معايا خالص عشان ما تقطعش مني وانا بفردها. خلاص كده تمام، هي باين من شكلها ان هي ارتاحت كده زي ما انتوا شايفين. بصوا العجينة ريحت خالص وفرشت كده في الصينية، وزي ما انتوا شايفينها معايا طرية خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه. هتبدأي بقى تفرشي على تفردي قصدي على المفرش بتاعك السيليكون، او تجيبي صينية زي ما انا هعمل وافرد عليها. زي ما انتوا شايفين انا بحب احط الزيت على السمنة بالطريقة ديت علشان خاطر الزيت بيورق معايا الفطير وبيديله لمعة حلوة من جوه كده. يعني بلاش تحطي سمنة بس، لكن لو انت بتحبي تحطي سمنة بس يبقى مفيش اي مشكلة. خلاص كده تمام، بدأت بقى جبت الصينية بتاعتي وبتحط عليها شوية سمنة كده من اللي احنا عاملينها، وبتكون طبعا العجينة معايا زي ما قلت لكم انا حاطه عليها سمنة في الاول علشان تبقى مشربة كده من السمنة وتفرد معايا بكل سهولة. العجينة بقى ولا بتتقطع ولا بتبوظ منك لانك انتي سايباها تفرد ترتاح معاكي. في واحدة بعتتلي وقالت لي ان العجينة بتقطع مني وانا بفرد العجين ده، علشان خاطر انت ما بتسيبهاش ترتاح. سيبيها ترتاح هتلاقيها بتفرد معاكي بسهولة زي ما انت شايفة كده، وهتبقى معاكي زي الفل ان شاء الله. ومدة التريح بتاع العجينة بيبقى من 10 دقايق لربع ساعة، وبالذات ان احنا في الحر فما بتاخدش معانا وقت. انا بقى عملتها بالطريقة اللي هي الطبقات فوق بعضيها وهتفرد معاكي ما تقلقيش. وهتبدأي بقى تحطي سمنة كده بين الفراغات علشان خاطر يبقى مورق معاكي ويبقى زي الفل. وهقول لكم على خطوة كده حصلت معايا، مش عايزاكم ان انتوا تعملوها زي ما انا حصلت معايا، هقول لكم عليها في اخر الفيديو ان شاء الله. كده خلاص عملتهم وسبتهم يرتاحوا، لازم يرتاحوا تاني. بعد ما بتعمليهم بقى بتسيبيهم يرتاحوا علشان خاطر تفرد معاكي كويس. وانتي بتفرديها في الصينية، ده الخطأ اللي حصل معايا، ان انا فردتها جامد في الصينية فبدأت ان هي رقرقت معايا خالص يعني. الطبقات مسكت في بعضيها ونشفت شوية. حاولي ان انتي
الصينيه بتاعتك ما تكونش كبيره على حجم الفطيره اللي انت عاملاها. انا الفطيره بتاعتي دي ربع كيلو، ما تفرديهاش جامد في الصينيه علشان خاطر يطلع طري معاكي والطبقات مورقه من جوه. انا فردتها جامد، هو كان جميل وكل حاجه، بس حسيته ناشف شويه. ما تفردهوش جامد معاكي